في سنة 2000 شركة ناشئة على وشك الإفلاس عرضت نفسها للبيع لعملاق الفيديو في العالم مقابل 50 مليون دولار. العملاق ده ضحك، والضحكة دي كلفته كل حاجة. دي قصة 3 رهانات مجنونة صنعت نتفليكس. الرهان الأول تحدي العملاق. الشركة دي كانت نتفليكس بتخسر 50 مليون دولار. راحوا لبلوك باستر وقالوا لهم اشترونا. بلوك باستر اللي كانت بتكسب الملايين من غرامات التأخير شافتهم نكتة ورفضت العرض. الرهان التاني القفزة في الفراغ. بعد سنين أطلقوا خدمة بث مباشر كانت كارثية بكل المقاييس، جودة سيئة ومحتوى قليل. لكن ما كانوش بيراهنوا على الحاضر، كانوا بيراهنوا على مستقبل سرعة الإنترنت. الرهان الثالث مغامرة هوليوود. الرهان الأخير كسر كل قواعد هوليوود. دفعوا 100 مليون دولار في مسلسل هاوس اوف كاردز من غير ما يشوفوا حلقة تجريبية واحدة. مغامرة مجنونة حولتهم من مجرد شركة تكنولوجيا لملك صناعة المحتوى. الدرس في 3 كلمات: شجاعة، رؤية، مخاطرة. وهي دي الطريقة اللي بنوا بيها الإمبراطورية اللي في موبايلك. السؤال ليك، تفتكر إيه اللي كان هيحصل لو بلوك باستر وافق على العرض؟ قول لنا رأيك في التعليقات.